تعالى اقولك ازاي تعملي التوست في البيت من غير ما تمدي ايدك في اي حاجه خالص، سواء بقى التوست بدقيق الحبه الكامله او بدقيق الابيض او بدقيق الخليط او بدقيق الرز اللي انت حباه، كله هتعمليه ومن غير ما تمدي ايدك في اي حاجه خالص وانت قاعده كده بتتفرجي. حتى الكيك والبريوش والمربى والزبادي واصناف تانية كتير جدا تقدري تعمليها، وكل ده في قلب الجهاز ده جهاز ماركه دي اس بي، جايباه من هوما ستور. الجهاز ده بيقوم ب 19 وظيفه وبيعمل 19 حاجه، انتوا متخيلين؟ اولا دي حله الخبز او العجن، وده الخطاف ده مهم جدا اللي انتوا شايفينه تحت. ده بيقوم بخلط او بعجن اي عجينه او اي خليط، يعني مربى، رز بلبن، اي حاجه. ده ليها وظايف هتستعجبوا لها، وبيجي معاه كوبايه معياريه ومعلقه معياريه كبيره وصغيره. اهم ما في الموضوع الكتيب اللي بيجي مع الجهاز ده، كاتب لك فيه كل تفصيله صغيره، وكعمل لك جدول لل 19 وظيفه او 19 حاجه اللي هتعمليهم في الجهاز بالمقادير. يعني كاتب لك قد ايه خميره وقد ايه ميه، قد ايه دقيق، قد ايه دقيق حبه كامله. يعني هو عامل برنامج مخصوص للتوست اللي بالدقيق الابيض اللي هو الاساسي، برنامج مخصوص للدقيق اللي بالحبه الكامله، لانه في تعامل مختلف طبعا بين الدقيق الابيض وبين الدقيق الحبه الكامله، ده مختلف عن ده تماما. فتحس ان الجهاز ذكي جدا، بيبقى فاهم البرنامج اللي بتديهوله، هو فاهم هو بيتعامل مع ايه. فلازم نمشي ورا الكتيب، وحافظي على الكتيب ده جدا، اوعي يضيع منك. دايما لما تشيليه شيليه جوه الجهاز، لما تيجي تشيلي الجهاز يعني، عشان اوعي يضيع منك. هنمشي بقى ورا الكتيب ونبدا الاول بالخبز الاساسي اللي هو اللي بدقيق الابيض عادي. وحطيت زي ما الجدول اللي في الكتاب بيقول بالظبط: 320 مللي ميه، معلقه ملح صغيره، معلقتين سكر كبار، 3 معالق زيت كبار، ونص كيلو دقيق. وده اكبر وزن موجود في الجدول، يعني الجدول بيعمل لك 3 اوزنه، ده اكبر وزن فيهم اللي هو نص كيلو دقيق، اللي هو محطوط في جدول الكيلو اللي هو نص كيلو دقيق، وبقيه المكونات هو يقصد ان كل اللي في الوعاء بقى هيطلع لك كيلو توست يعني. ومكتوب كمان معلقه خميره صغيره، وانا حطيت معلقه الخميره هي على الوش. كل اللي هعمله اني هدوس على زرار التشغيل، بعدها هدوس على الزرار اللي بيجيب لي البرنامج اللي انا عايزاه، وهي من 1 ل 19. وعشان يسهل عليكي كمان كاتبهم لك على الجهاز نفسه اهو. انا اخترت رقم 1 طبعا اللي هو الخبز الاساسي اللي بالدقيق الابيض. اخترت اللون يبقى وسط، لانه فيه فاتح ووسط وغامق حسب ما انت حابه لون الرغيف من بره ايه. وزرار اللي تحت على الشمال ده برضو تختاري منه الوزن، انت حاطه اللي هو الكيلو ولا النص كيلو ولا الكيلو الا ربع. خلاص ضبطتي البرنامج بقى، تدوسي على زرار التشغيل وهي بتبدا تعجن في وقتها في ساعتها. الخبز الاساسي ما بيحضرش اي تحضيرات تانية قبل انه يبدا يعجن. كل اللي انت بتعمليه بس اني لو في حاجه في جناب الحله كده بتاعه العجن تنزليها بسباتولا، لو ما فيش خلاص انت تقدري تحطي المكونات وتطلعي تنامي. كل مرحله هو بيعمل فيها هيبقى مشاور لك بالسهم، يعني اللي انا بشاور لك عليه ده، بصي السهم بيشاور على ايه؟ خلط، يعني هنا بيخلط او بيعجن. بعد شويه بيجي ايه؟ بيريح. وبعد شويه عشان لو ريح معاكي ما تفتكروش ان هو عاطل، لا هو بياخد ريست بيريح. وبعد كده بيبدأ في مرحلة التخمير، وهي دي مرحلة التخمير. بيفضل يخمر كده لحد قبل 59 دقيقة، يعني بصي باقي ساعة ودقيقة ولسه في مرحلة التخمير. بيجي بقى بعد كده يكتب لك اهو، بصي بيعمل لك سهم على التسوية. هو دلوقتي في مرحلة التسوية بداية من 59 دقيقة بيبدأ يسوي. سيبيه خالص، ما تجيش جنبه خالص وما تفتحيش الغطا. يعني انا كنت بفتح بس الغطا عشان اوريكي اللي جوه وهي شغالة، انت ما تفتحيش الغطا عشان حتى التخمير عندك ما يبص. بصي هنا التخمير كان ما شاء الله عالي لدرجة انه لزق في الغطا، ومع ذلك سبته ما رضيتش افتحه. قلت مش مشكلة، القشرة بس بتاعة رغيف العيش هيلزق في قلب الغطا فعادي هتطلع، بس مش هفش الخمر. قطعة القشرة دي بس هتلزق في الوش عادي، مش مشكلة يعني. احلى توست هتجربيه فعلا في الجهاز ده. اللي اخترع الجهاز ده انا شايفة انه عبقري. والله انا بشكر هوما ستور انها جابت لنا الجهاز ده. اكتر حاجة عجبتني عند هوما ستور ان عندها شوية حاجات حديثة، تحس انها لما كل الحاجات الحديثة وجايباها. عندها حتة مكنة ايس كريم خطيرة، انا هتجنن عليها ولازم اجيبها. عندها كمان المكنة اللي بتعمل التلج، بما ان احنا داخلين على صيف والتلج بقى، الناس اللي بتحب تعمل على طول الايس كوفي والمشروبات اللي فيها مكعبات التلج، عندها الجهاز اللي بيعمل مكعبات التلج. عندها اجهزة كتير حديثة بصراحة، وتقدر كمان تجيب لك اي جهاز مش موجود عندها، يعني اي حاجة انت نفسك فيها تقدر تجيبها لك. هعمل معاكم بقى هنا توست الحبة الكاملة، وهو كاتب في الجدول بتاع الكتيب بتاعه انه 370 مللي مية، والمقادير اللي انا حطيتها دي كلها: معلقة خميرة صغيرة، 3 زيت، 220 جرام
دقيق حبة كاملة و220 جرام دقيق أبيض عادي جدا. ولو ما فيش ميزان وما عندكيش بالجرامات، ده هو كاتبلك كمان الكوباية، كاتبلك 2 كوب، يعني هو كاتبلك بالكوباية وبالجرام. وطبعا حطيت معاهم برضو الملح والسكر والخميرة والزيت، كل الحاجات اللي مكتوبة في الكتيب. بختار هنا بقى البرنامج اللي هو رقم 5، يعني هو تسوية الحبة الكاملة هنا مكتوبة رقم 5، مختلفة خالص عن البرنامج التاني. ليه؟ لأنه في الأول بيسخن، ما بيخلطش في الأول. يعني في الأول أول ما هتشغلي برنامج الحبة الكاملة هتلاقيه ساكت، ما بيعملش أي حاجة، بس في سهم عند كلمة تسخين. وبعد كده بيبدأ يخلط، وبعد كده بيعمل ريست اهو. بصوا بيريح عشان لما يجي يعمل ريست ما تفتكريش ان هو ايه يعني باظ او عطل. وبعد كده بيبدأ يخمر. بعد التخميرة الأولى كمان بيعمل عجنة تاني أثناء التخميرة، عشان ما تقلقيش برضو. بصي أهي، دي العجنة التانية، العجنة التانية أثناء التخمير. وبعد كده بيرجع يخمر تاني. يعني بصراحة أنا معتبراه جهاز ذكي وعبقري جدا. يعني هو بجد حرفيا تقدري تحطي مكوناتك بتاع أي وصفة أنت عايز تعمليها في 19 وصفة وتطلعي تنامي وتسيبيه، وتقومي الصبح تلاقي التوست موجود جواه طازة بقى ودافي وفريش، وتقطعي بقى وتعملي للولاد اللانش بوكس، تعملي لجوزك، تعملي ليكي وانتي رايحة الشغل اللانش بوكس. يعني بصي هتتعودي بعد كده ان كل يوم قبل ما تنامي هتحطي حاجة التوست في قلب الخبازة وتحطي الفيشة وتشغلي البرنامج بتاعك وتسيبيها وتنامي. بصي بقى هنا بعد تمام التسوية خالص، ده اللي هو الحبة الكاملة اللي عملناه خليط، نص حبة كاملة ونص دقيق ابيض، ده كده الخليط طالع خطير خطير، حبيته جدا، يعني طعمه تحفه كمان. بصوا اللي بالدقيق الابيض، اول واحد يعني اول رغيف توست طلعته لفيته على طول كده بستريتش وهو لسه سخن عشان يطرى. بصوا طري قد ايه، طري وهش، وسبته لحد ما برد خالص على بال ما عملت اللي هو الرغيف التاني اللي بالحبه الكامله. وهقطع الاتنين معاكم عشان تشوفوا اللي برد تقطيعه عامل ازاي واللي لسه سخن. والله انا عايزه اقول لكم انا اتفاجئت ان اللي لسه سخن عادي تقطيعته حلوه جدا برضو. بصوا طراوته عامله ازاي، خطير بصراحه. بجد الجهاز ده احلى بكتير قوي قوي من لما بنعمل التوست في قلب الفرن. شابوه اللي اخترع الجهاز ده، وشابوه وشكرا لهوما ستور ان هم عرفونا على الجهاز ده. حقيقي هيرحم كل ستات البيوت اللي عندها اطفال كمان، وحتى غير الاطفال. والله يعني انا اعتقد مفيش حد ما بيحبش التوست وعليه شويه نوتيلا ولا شريحه شيدر ولا جبنه بيضه ولا مربى ولا اي حاجه من الحاجات الجميله دي. واحلى حاجه ان التوست على طول يبقى فريش كده في البيت. وبعدين انت ولا تعبتي نفسك ولا مديتي ايدك في حاجه ولا عجنتي ولا لفيتي ولا لوليتي ولا بهدلتي الدنيا. هو جهاز محطوط على الرخامه، حطي المكونات وحطي الفيشه وشغليه وسيبيه وانسي. بصي بقى ده اللي بالحبه الكامله وهو سخن، انا هقطعه معاكي وهو لسه سخن. يعني بصي ده طري برضو قد ايه، بس تبقى فيه قرمشه بسيطه قوي من بره، لكن من جوه برضو طري. قصدت ان انا ادوس عليه قريب من الكاميرا اهو عشان تشوفيه طري قد ايه. احنا بنسيبه بس حوالي 10 دقائق في قلب الجهاز كده، وبعد كده بنخرجه. ولو انت نايمه فعلا عادي سيبيه لغايه ما تصحي تاني يوم الصبح طلعيه بقى من الجهاز، ما فيش اي مشكله. بصي برضو من جوه طري قد ايه، ده اللي هو بالحبه الكامله. شايفه؟ خطير خطير، تحفة للأمانة والله العظيم. هو طعما كمان تحفة. من ضمن الحاجات اللي بيعملها الجهاز خبز خالي من الجلوتين، يعني اللي عنده مشكلة من الجلوتين وما بياخدش أي حاجة فيها جلوتين يقدر يعمل خبز برضو خالي من الجلوتين، لأن في دقيق بيبقى خالي من الجلوتين. دي برضو وصفته موجودة. وخبز الرز كمان ده برضو موجود، والزبادي والمربى، وصفات كتير جدا تقدري تعمليها بالجهاز ده. والتوست الأخير ده اللي أنا قطعته قدامك ده بدقيق حبة كاملة صافي خالص، مش حاطه دقيق أبيض خالص، وده مش مكتوب في الكتيب اصلا، ومع ذلك طلع ما شاء الله. بس هو بايت عشان عملته في اول يوم جالي في الجهاز، يعني عملته قبل ما ابدا اعمل التوست اللي هو الابيض والخليط. وكنت مختاره درجه التسويه اللي هي الغامقه، عشان كده لونه من بره غامق زي ما انت شايفه كده. بيمشي مع كل حاجه، نوتيلا، جبنه شيدر، جبنه بيضه، مربى، حلاوه بريد، كل حاجه. لو كمان تقدري تقصقصيه وتحمصيه في الزبده ويبقى للفته. لو انت عايزه تعملي منه كمان عيش بلدي من الجهاز ده، تقدري تحطي المكونات كلها تتعجن، وبعد ما تتخمر تاخديها من الجهاز قبل مرحلة التسوية، وتبدأي بقى تقطعي وتشكلي وتفردي بالنشابة وتسوي على الطاسة أو في الفرن. يعني تقدري تعملي منه برضو العيش البلدي. بس يا رب تكوني استفدتي من الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. أسيبكم في حفظ الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة، بحبكم جدا في الله.